نعم. عاودي لنا شنو؟ انا اساسا انا كنمشي ونجي على المحلات ديال الناس. ملي انا بان لي حدا لوطيل بان لي حدا لوطيل من الفوق بدا كيتحرك وانا هربان من حدا البارير. وانا كنعلم مع عباد الله كنقول لهم ما تهبطوش من هنا، ما تهبطوش من هنا. شويه طاح هذاك الشيء على الحيط على المحلات ديال الناس. داك ايوا شي 7 وقيله ولا ما عرفتش 11 صافي هادشي اللي كاين. موالف هنايا كيكون شي حد؟ ايوا في لوطيل داخل كانوا ساكنين في هذوك الشمكاره وهذا، وغير حفظهم الله نيت شي جوج كاينين تما، حفظهم الله هبطوا من تما ما ماتوا ما وقع لهم والو الحمد لله. اخو كنت في المكان ديالي حتى سمعنا بحال شكل ديال البوطه، بحال البوطه بحال الزنزل، الله يحفظ الزنزل. ملي جينا نشوفوا لقينا الغبابه كلشي، ملي جينا نكتشفوا مزيان لقينا لوطيل النص كله طاح الغبابه، والحمد لله ما كان لا ضحايا لا والو الحمد لله. اصدقاء سيكوريتي ما كان حتى شي. معاش كان الناس كيسدوا هنايا جات 8 يورو، والحادثه وقعت مع 8 بيلا. كنت نشطب تما كنت بان لي هوطيل طاح هود، لحت البرويطه وعلقت. كاين الشمكاره كاين بزاف حوايج. شحال من واحد كيسكن هنا؟ ترى بزاف. اليوم حنا كنتواجدوا في شارع محمد الخامس قدام عماره بيسونو، يعني اوتيل لينكولن. هذا الاوتيل اللي هو تاريخي، اللي ولا في الملكيه ديال الوكاله الحضريه بعد نزع الملكيه ونزعه من الملك ديالو الاصلي، لانه حاول بشتى الطرق انه يقوم بالاصلاح ديالو. خداتو الوكاله الحضريه. اليوم كنكونوا في الانهيار الثالث اللي كيشكل واحد الخطوره للمره الثالثه. اليوم هو الانهيار الثالث، يعني بعد الانهيارات اللي كانت متتاليه ودائما كتشكل خطوره. الحمد لله انه ما كاينش عندنا ضحايا، يعني مجموعه من الغبار وهذا اللي مشات القيصريه اللي بالجانب ديال هذه البنايه هذه. كنقولوا اليوم المسؤولين على مستوى الوكاله الحضريه وعلى مستوى عماله مقاطعه الدار البيضاء انفا، لم يصل الوقت انه نحيدوا هذه البنايه هذا، لانها كتشكل تهديد لا على المره لا على الراكبين ديال الترامواي. واش غنتسناو تتوقع شي كارثه؟ عادي يمكن لنا اننا ندخلوا. وكيف ما كتشوفوا اليوم انه حتى رجال المطيف ما تواجدينش في هذه اللحظه هذه، وهذا جانب اللي هو سلبي في العمليه. يعني غنتسناو غدا، والديماراج ديال الترامواي غادي يكون مع الصباح. وهذا شكرا.